هذا أول معرض سوري بروح عليه بفرنسا، وبهالفيديو رح نكتشفه ونتعرف على قصته سوا. أول شي خلينا نحط جوري هون تنبسط شوي وما نهكل همها، لأن كان في متطوعين بضلوا مع الأطفال بهاللعبة. وبعدين بنفوت لنتعرف على أصحاب المشاريع المشاركة اللي معظمهم مشاريع صغيرة معمولة بحب وبيرحبوا بأي زائر، خاصة لما يعرفوا إنه جاي من مكان بعيد. وتخيلوا حتى أنا كسوري رحت وتعرفت على ثقافات وأكلات سورية تذوقتها لأول مرة بالمعرض، مثل الكليجة. وكان هنيك في عائلة فلسطينية بتشارك لأول مرة بمعرض، وما لحقنا ندوق المسخن تبعهم لأن خلاص قبل ما نوصل. وكان في أكل جزائري وتركي وأكيد سوري، وحتى بالسوري كان في ديري وفي حلبي وفي من الشام. أطفال عملوا العراضة الشامية بالزي التقليدي. أول ما بدينا عالنبي صلينا بلشت فكرة المعرض من مدرسة لغة عربية كانت تدرس عدد من الأطفال وحبت تعمل لهم جو اجتماعي، فانشأت مدرسة وبديت بس ب20 طفل. واليوم بعد سنتين من انطلاقها المدرسة صار فيها 180 طالب، كانوا كلهم عرب أو من أصل عربي، لكن اليوم حتى أطفال الفرنسيين صار بدهم يسجلوا. Si bien que j'ai inscrit ma fille pour l'année prochaine, Inch'Allah, pour les cours d'arabe. Des sourires partout, un accueil chaleureux. الولد بيجي لعنا أول شيء ما بده، بعدين بصير بيبكي ما بده يطلع من المدرسة. كان نحن هدفنا إنه نوصل اللغة العربية لهون للأولاد هون بنفس الأسلوب اللي عم ياخذوا فيه اللغة الفرنسية. المدارس الفرنسية دائما بتمزج المتعة مع اللعب مع الأنشطة للأطفال، فحبينا نحن نفس الأساليب الفرنسية تكون بنكهة عربية بمفاهيم عربية. فلذلك بصراحة نحن عملنا جولة حتى على كل الأنماط الفرنسية وعملناها نفسها بإسقاطات عربية ووصلناها للأولاد. سنة مؤسسة المدرسة حبت بعدين توفر فرصة قراءة القصص العربية بمنطقة ما فيها ولا مكتبة بتبيع كتاب عربي، ومن هون اجت فكرة أول معرض اللي كان عبارة عن مسرحية وستاند لبيع قصص أطفال عربية. بس اللي صار بهالمعرض أنه حتى الأهالي انبسطوا وصار هن كمان بدهم جو عربي وأنشطة وجمعات وهيك شغلات. ولهيك بالمعرض التالي قررت المدرسة تعرف على بعض المشاريع الصغيرة اللي عم تصير ببيوت المدينة وتدعمها بنفس الوقت. وهون هن نفسهم تفاجئوا بالإقبال الكبير وكمية الإبداع اللي طلعت من هالبيوت، من حلويات شرقية بأشكالها لشغل الإكسسوارات اليدوية والحنة وحتى أخصائيات التجميل والديكور. وهون ما عاد المعرض بس سوري، ولكن صار يشارك فيه حتى الفرنسيين ودول عربية جديدة. هالمرة مثلا كان المعرض بضم ركن مصري شارك فيه مشاريع من باريس وبلجيكا. وكان في شيء جديد لأول مرة بشوفه بمعرض، عرض الأزياء، أزياء مصرية وقفاطين مغربية وأثواب فلسطينية بالإضافة لفساتين مختلفة. فالناس عم تفرح كتير. المغربي بيجي بتعرف على الشيء الشامي مثل ما هلا أنت شفتوا، عراضة شامية وأغاني مغربية وملابس مودير من كل الأصناف، واللي عم يشارك فيها من كل شيء، عراقيين وفرنسيين ومصريين وسوريين ومن الكل. وهي كانت تخطيطي لأول معرض سوري بحضره بفرنسا. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وبشوفكم فيديوهات جاي. كنت معكم أنا عمر كوكاش، سلام.